الفرخه الشقيه. اوبا، الله الريحة دي كده نص فرخه يا يويو. ها ريحه ايه؟ رهيبة رهيبه. شم ده حجم النص فرخه، يعني معقول مش كبير. طبعا المطاعم السوريه خلتنا نطمع في الاحجام، فده الاحجام المصريه بقى. ناكل الاول. ده الدبوس. الريحة امسك كده. الريحة دي هتبوظ بطني. يلا كل دي كده. بسم الله. بسم مم. الله. تتبيله حلوه، بس طعم الشوي قوي جدا. عارفين الفراخ الكبجيه بتوع زمان؟ هو كده. ايه رايك؟ تحفة. هنجيب بقى حته صدر. ادي حته اهو كده. تمام وكده. ايوه طيب بص بقى، نجيب حته عيش ايوه اهو يا عم. قلت لك دي كده. ايوه. فاهم؟ اتفضل. عايز تحطها في التوميه ولا في الرانش؟ جميل. بسم الله. تمام اهي. اتفضل. ايه بقى؟ قول لي تحفة. ايه الاخبار؟ تومية حلوة حلوة. بسم الله. جميل. محتاج ادوق التوميه تاني. بسم الله. توميه نص ونص، حلوه بس طعم التوم خفيف قوي فيها، يعني مش زي زمان، لا متغيره. طيب خد ده. هات لي الرانش. انا مرعوب من الرانش. ليه يا عم؟ مش ملوك. قلت لك حته كده. فتحته. اتفضل. ريحته غريبة قوي. صوص الرانش ده بيبقى المفروض كده زي مايونيز وشبت وتوم بودره، بصل بودره. وادي ناخد حته كده اهو. بسم الله. قول لي عجبك؟ لاذع قوي، لاذع قوي قوي يعني. طعم الفراخ ايه؟ جميل. حلو؟ أجل عجبتك؟ أجل. انا بالنسبه لي طعم الشوي طاغي جدا على التتبيله. الفراخ حلوه نظيفه مستويه حلو جدا. لو عايز تفتكر بقى الفراخ المصري بتاعت زمان وفراخ الكبابجيه، يبقى دي، لان حتى دي طعمها اختلف عن بريجو بتاع زمان.